مساء الخير عليكم من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال44 الأفلام السينمائية في السنة دي 2022، واللي كانت من رأيي إن أفضل فيلم كان بالنسبة للفيلم المصري كان 19 بيه، وهو بطولة سيد رجب. هو فيلم إنساني عن الإنسان اللي عايش وحيد، إنسان كبير في السن عايش لوحيد في شقة قديمة مهجورة. بيقابل بعض المشكلات ولكن بيحب حاجتين، وهنا بنناقش قضية تانية مهمة: ازاي الإنسان بيتعامل مع الحيوان مهما كانت ايه الحيوان، قطط، كلاب، اللي بيتعامل معها دي كلها ده شيء إنساني جنبي. تاني فيلم من أفضل الأفلام اللي أنا شفتها هو فيلم سبحتان. الفيلم بيتكلم عن الأزمة السورية والهجرة إلى ألمانيا في إطار تشويقي جدا، مش بيركز على القضية نفسها، لا بيركز على من خلال شخصيتين مهمين في القضية. هو بنتين سوريين بيحاولوا أن يخرجوا من سوريا، وهنا بيتكلم عن الهجرة واللاجئين إلى ألمانيا. الفيلم هو من إنتاج نتفليكس، واللي هيتعرض إن شاء الله يوم 26 الشهر ده.